صباح الخير. دكتور ضياء العوضي، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له هو وأمواتنا أجمعين. الراجل دوت بكل بساطة ومن غير كلام كتير دور على إيه مصلحته ودور على مصلحة اللي ضده. إيه مصلحته؟ فهو بكل تأكيد خسران 1,000,000%. من واحد عاش تجربة مع أقرب الناس ليه لمدة 1.5 سنة في علاج كيماوي أدى إلى هلاك الإنسان دوت، وكان بيموت تدريجي قدام عيني، ودفعنا مبالغ أكبر مما تتخيل. ما قصرناش في أي حاجة، زرعولك الأمل في الأول، ولما جه خلاص بيخلص كله رفع ايده وقال لك ايه لو نفسه في حاجة اعملها له. في مجموعة دكاترة الكلام دوت سنة 2005 ما كانوش بيردوا على أرقام غريبة، كما وكأنك بتتعامل مع آلهة. بيلف لفة قبل ما يجيلك يبص عليك دقيقة، كان بيعمل في اللفة دي حوالي 200,000 جنيه أيام ما كان الدولار ب3 جنيه. بيزنس. ومن قبل ما دكتور ضياء يظهر وأنا خدت موقف عدائي مع المستشفيات، مع الدكاترة، مع يعني القسم اللي بيتحلف والواقع اللي بيحصل. بيزنس يعني تروح لدكتور ممكن يعالجك بكل بساطة، بس يبعتك لمعمل بيبعت له نسبة من الأشخاص اللي هو بيبعتهم. تروح لدكتور يعني عامل يعني كل حد مصائب قوم عند قوم فوائد. فيعني شركات الأدوية أنت بتحارب مافيا لا يستهان بيها، وراها دول. حتى صناعة المخدرات بتتفرض عليك، وفي ناس كتير لو انتوا رجعتوا لهم وفيديوهات كتير ومعلومات كتير تثبت لك ان في الدول العالم الثالث او الدول الفقيرة او النامية بيتفرض عليها المخدرات مش بمزاجك، ليك حصة لازم تدخل الدولة. يعني الأدوية نفس الكلام. شوف شركات الأدوية بتعمل مليارات لكام فئة، لكام دكتور، لكام صيدلي، لكام. فاحنا بالطبيعي ان لما حد بيطلع عن القطيع او حد بيخرج عن المألوف يا بنتهمه بالجنان يا بنتهمه اتهامات هو ملوش علاقة بيها، لمجرد انه ترس سليم بيلف في منظومة فاسدة. فترس سليم في وسط منظومة فاسدة الطبيعي والبديهي انه يتكسر، لان هو ده الاسهل. بس طبعا ارادة ربنا بيبقى ليها بقى رأي تاني، بدليل ان الراجل حقق بعد موته اللي ما حققهوش في حياته. الله يرحمه ويجعل كل حرف امين بصدق بكل اخلاص قاله يرحم بيه الناس رحمة ليه في ميزان حسناته، ويجمعنا بأغلى الناس وأعز الناس على قلوبنا اللي فرقوا الدنيا بسبب طمع أو استغلال أو جهل أي بني آدم في أي مجال. صباح الفل.